لعيبه داس عليها القطر، لايك وفولو ويلا بينا. اللعيب بتاع النهارده هو ستيفن الشعراوي اول ما طلع كان عنده بوتنشال يبقى من اهم مهاجمين العالم، كان سريع وحريف وهداف لدرجه ان هو عنده 16 سنه بس جنوا قرر ان هو يصعده الفريق الاول، ومن وقتها هو بدا يلفت نظر انديه كتير كبيره. وفي 2011 ميلان هو النادي اللي نجح ان هو يضم الشعراوي ب 8 مليون دولار. بدايته كانت حلوه جدا وبقى اصغر لاعب في تاريخ النادي يسجل في دوري ابطال اوروبا وهو عنده 19 سنه بس. وفي 2012 كمان كانت اول مره ينضم لمنتخب ايطاليا بعد ما اختاروا علينا ورفض ان هو يلعب لمنتخب مصر. لكن اللي بيجي على مصر بيكسبش، فجاله بالوتيلي وخلص عليه، لان الشعراوي كان لعيب موهوب لكن بالوتيلي كان في حته ثانيه، فبالوتيلي جه وخد مكانه. غير كده كمان الاصابات جت على الشعراوي جدا وبدات تعطله جامد، ومن كتر ما الميلان زهق من اصاباته وقرر ان هو يطلعه اعاره لموناكو، فرجع تاني على ايطاليا، لكن المره دي الروما اللي اشتروه ب 16 مليون دولار. لكن حتى في روما ما قدرش يوصل للبوتنشال العالي اللي كان منتظر منه، وساعتها خد اغرب قرار وهو ان فاكس اوروبا قوي على كده وطلع يجري بافروس الصين. جواه حته مصري وراح للطموح، وحاليا هو رجع تاني لايطاليا مع روما، لكن مش من اللعيبه المؤثره قوي ونقدر نقول 9.